بص يا صديقي، ده السرداب الجنايزي اللي انت شايفه ده اسمه السرداب الجنايزي. اللي قدامك ده نوعين من الدفن، او نوع من نوعين، اللي هو يا دفن مصاطب يا اما مغارات. تمام. وادي السرداب الجنايزي الموصل لبير الدفن، او الذي يصلك ببير الدفن، وده بير الدفن مربع الشكل. تعال بقى في حاجه هنا واللي هو اسمه الباب الوهمي. الباب الوهمي واللي اتكلمنا قبل كده عنه، مهمته داخل المقابر هو تقديم القرابين من أهل المتوفى للكاه لعودة الروح للجسد، واللي هو كان عنده اعتقاد إن الكاه عندها القوة الخارقة إنها تخرج من خلف الباب الوهمي. حلو كده؟ إذا غرفة الدفن خلف الباب ده، بس تحت في الأرضية. تمام؟ واللي هو عن طريق البيرة. تمام كده؟ المفروض إن ده كده كان ليها سقفية فوق، بس طبعا اتشالت. وده الممر الجنائزي، واللي هو له اشكال كتيره قوي بيجي عليها على حسب نوع الدفن نفسه. وادي قص الصخري حدود المغاره او حدود الجبانه، وهي تدخل